في ناس بتشتغل طول الوقت مجهود وشغل وبيحاولوا يوصلوا للعملاء، وفي الاخر ما بيبيعوش لما تيجي وقت البيع. مش بسبب ان المنتج وحش ولا ان السعر غالي ولا عشان السوق واقف. في 5 مهارات هنعرفهم في الفيديو النهاردة، هم اللي بيفرقوا حد بيبيع صح وحد بيبيع غلط. عاوز تعرف ايه هم المهارات دي؟ تابع معانا الفيديو للآخر. اول مهارة انك تفهم العميل قبل ما تبيع له المنتج او الخدمة بتاعتك. في بياعين كتير جدا، وغلطة شائعة جدا ان الناس بتبتدي ان هي تشرح المنتج او المواصفات الفنية للمنتج والمميزات والصفات بتاعته قبل ما تعرف العميل عاوز ايه اصلا. انت لما بيجي لك العميل بيبقى جاي عشان عنده مشكله عاوز يحلها او نتيجه عاوز يوصل لها، فانت لازم تعرف ايه هو عايز، جاي عشان ايه اصلا. فانت مثلا لو حد جاي يشتري شقه، فانت تبتدي تتكلم على انها كام متر، التشطيب بتاعها عامل كذا، ان هي في الدور كذا. لا، هو مش جاي عشان يعرف الحاجات دي. في سبب تاني اهم هو اللي جاي له عشانه، ان هو مثلا عاوز يحس بالراحه في المنطقه اللي جاي يسكن فيها. جاي مثلا عشان يبقى قريب من خدمات معينه، يبقى قريب من شغله، يبقى قريب من مدارس الاولاد، ان هو يوفر مصاريف العربيه او المشاوير بتاعه العربيات مثلا. فدي لازم اول لما تعرفها هتعرف هو جاي ليه اصلا، فتبتدي تبيع له صح وتعرف تقنعه بالطريقه الصح. مثلا حد برضو جاي يشتري لابتوب، ما تبتديش تقول له ان هو مثلا اللابتوب ده كور اي 7 واس اس دي بتاعه كذا والرامات كذا. لا، انت تبتدي تعرف هو استخدامه خفيف ولا استخدامه كتير يعني على اللابتوب دوت. وتبتدي تعرف هل مثلا البطاريه بالنسبه له حاجه مهمه. مثلا لو هنلاقي مهندس او مواقع مثلا، فهيحتاج ان هو اللابتوب يبقى البطاريه بتاعته بتشتغل وقت طويل عن مهندس مثلا قاعد في المكتب بتاعه، لان التاني عنده الباور سبلاي لكن التاني اللي في الموقع مش عنده الباور سبلاي او مصدر الطاقه. فانت هتعرف العميل عاوز ايه بالظبط، هتعرف بعد كده التوجه بتاعك يبقى ازاي، فهتعرف تبيع له صح. تاني مهارة انك تسمع اكتر ما تتكلم. في قاعدة ذهبية عندنا في البيع اسمها 70% سماع و30% كلام. في ناس كتيرة بتفتكر ان البياع الشاطر هو اللي بيتكلم كتير. لا، هو البياع الشاطر مش اللي بيتكلم كتير، هو اللي بيسمع صح وبيسمع العميل عاوز ايه بالظبط. ممكن العميل يقول لك اعتراضاته من غير ما يحس هو بيتكلم لما تسيبه هو يتكلم. ممكن يديك مهارات او مفاتيح الاقناع بنفسه لما هو يبتدي يتكلم، وهو يقول لك اعتراضاته من غير ما يحس وهو بيتكلم. فانت سيب العميل يتكلم وما تقاطعهوش او ما تتكلمش كتير، واديله فرصة ان هو يتكلم عشان يبتدي يقول لك هو ايه المشكلة اللي عنده. فانت مثلا هتلاقي لو قال لك السعر غالي، فانت هترد عليه على طول. لو انت مش بياع مش شاطر، هتقول له ده ارخص سعر عندنا في السوق ومش هتلاقي زينا في حتة تانية. طبعا دي طريقة مش صح. الصح انك تقول له حضرتك كنت متوقع كام، وحضرتك شايف السعر غالي ليه. فلما تبتدي تتكلم معاه بالطريقة دي هيبتدي ان هو يديك اعتراضاته اللي هو شايفها، وتبتدي تبيع له صح بعد كده. تالت مهارة معانا اللي هي الثقة قبل الإقناع. العميل لما بيجي يشتري منك بيسأل نفسه سؤال واحد بس: أثق فيك ولا لأ؟ لو الجواب دوت طلع لأ، مش هتعرف تكمل الصفقة أو البيعة بتاعتك. لو حسست العميل انه تحت ضغط، مثلا قلت له اخر 3 قطع، او العرض هينتهي كمان 3 ايام، او لازم تشتري دلوقتي، الحاجات دي بتزرع الشك في العميل، ممكن ما يشتريش منك. وحتى لو اشترى منك ممكن بعد كده ما يكملش او يقفل بيع الشراء المتكرر اللي هو بعد كده اللونج تيرم يعني. فانت لازم تديله ثقة قبل ما تقنعه. الثقة بتطمن العميل. مثلا بدل ما تقول له لازم تشتري حالا، ممكن تقول له خلينا نشوف انهي اختيار انسب لحضرتك، حتى لو السعر مش غالي، مش حتى لو السعر مش غالي عشان انت مش عايز تبيع اغلى حاجة يعني. ده بيديله ثقة فيك، وبتحسسه انك في صفه. ودوت بيخلي البيعة تتم بطريقة سلسة وسهلة وفيها ثقة ما بينك وما بين العميل. رابع مهارة معانا اللي هي البيع القيمة مش السعر. القيمة دي المعنى، والسعر اللي هو الرقم. العميل لما بيجي بيسأل نفسه سؤال: أنا هدفع السعر ده كله ليه في الخدمة أو المنتج اللي أنت بتقدمه؟ لو السؤال ده ما تجاوبش صح، السعر هيبقى مشكلة. فأنت مثلا حد بيقدم برامج للمحاسبين إن هم ينجزوا، أو البروجرام دوت بيخلي الحسابات تتم بطريقة سهلة اوتوماتيك اونلاين، فالموضوع بيبقى سهل بالنسبه لهم. ففي واحد بيبيع بطريقه السعر، فيقول لك البروجرام دوت ب 2000 جنيه. لكن واحد تاني بيبيع بطريقه القيمه، فيقول لك البروجرام دوت هيوفر عليك وقت ومجهود،
هيقلل الاخطاء، هيوفر عليك شغل شهر مثلا. فالحاجات دي كلها الاتنين نفس السعر بس الاحساس مختلف. الاولاني اللي هو بيبيع في السعر وقال لك السعر كده 2000 جنيه مثلا، غير اللي قال لك القيمه اللي هو بيقدمها لك في المنتج او الخدمه بتاعته. اللي بيبيع قيمه ما بيخافش من السعر. خامس مهاره اللي هي حسم القرار بهدوء. العميل خلاص، انت فهمت العميل وسمعت العميل وقدمت له وبنيت ثقه وبعدين قدمت له قيمه. لو الموضوع ما حصلش حسم في الموضوع دوت، او ما حسمتش الموضوع بالبيعه او الصفقه، ممكن ما تتمش وتحصل تسويف، او يقول لك هفكر واجي لك، او هبقى يعني ما يشتريش ساعتها. فانت لازم العميل ما بيبقاش رافض عامه الخدمه او المنتج بتاعك، لا هو بيبقى محتار. فانت لازم تساعده ان هو ياخد القرار الصح اللي هو هيناسبه. فانت بدل ما تقول له قررت ولا لسه، هتقول له بما ان حضرتك شايف ان دوت كنت عاوز حل انسب واسهل وسعره كذا، فانت ممكن حضرتك، انا شايف ان الانسب ليه حضرتك ممكن تلاقيه المنتج ده او الخدمه ديت. فانت حضرتك هنا بتوديه او بتوجهه التوجيه الصح لقرار الشراء من غير ما تحسسه انك ضاغط عليه. فهنا قرار الشراء ده اهم حاجه، حتى لو افتر سيل سيرفيس، حتى لو مشي وبعد كده اتصلت بيه او بعت له ايميل او باي وسيله اتصال معينه، لازم تتابع معاه عشان تقرر او تحسم الموضوع، يا هيشتري يا مش هيشتري. في النهايه البيع مش حظ ولا موهبه، دي مهاره بنتعلمها. لو النتائج بتاعتك مش مرضية او حاسس ان انت مش بتبيع صح، راجع مهاراتك وما تراجعش المنتج. ممكن المنتج او الخدمة اللي بتقدمها تبقى ممتازة جدا، بس هي مهارات البيع هي السبب. قول لنا في الكومنتس شايف انهي مهارة من الخمسة اللي قلنا عليهم اهم حاجة او هتشتغل عليها الفترة الجاية، وشارك في الاستطلاع. ولو عجبك الفيديو دوس لايك وسبسكرايب، وقابلكم الفيديو الجاي، وخليك سابق بخطوة.